السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد. مش كل الملفات السرية عبارة عن ورق، في ملفات بتكون صوت أو صورة أو حتى شريط قديم. والملف اللي هتسمعوه النهاردة اتقفل سنة 1998 واتكتب عليه بخط أحمر ممنوع تشغيل الشريط الأسود أكتر من مرة. ويلا بينا نبتدي قصتنا الجديدة. عنوان قصتنا الشريط الأسود. في سنة 1998 في مخزن تابع لمبنى حكومي قديم في القاهرة كانوا بينقلوا أجهزة تسجيل قديمة علشان تنعدم. وسط الأجهزة لقوا شريط كاسيت أسود بالكامل، من غير اسم، من غير تاريخ، ولا حتى مكتوب عليه أي حاجة، بس كان ملفوف بشريط أحمر وعليه ورقة صغيرة مكتوب فيها: لو سمعت أول دقيقة كمل للآخر، وإلا هتسمعها طول عمرك. مهندس الصوت شريف ضحك وقال: أكيد حد بيهزر، وحط الشريط في جهاز التسجيل. أول دقيقة ما فيهاش أي صوت، بس تشويش خفيف. بعدها بدأ يسمع صوت أنفاس تقيلة وبطيئة، كأن حد واقف قدام الميكروفون. وفجأة الصوت قال: شريف. اتجمد مكانه، محدش كان يعرف اسمه. بعدين الصوت قال: ما تلفش. لكن شريف لف، ما لقاش حد. قفل الجهاز، طلع الشريط وكسره نصين ورماه في الزبالة. تاني يوم رجع الشريط سليم فوق مكتبه، افتكر ان حد بيهزر معاه، رماه في النيل. بعد يومين لقاه تحت مخدته. بدأ يخاف، لكنه قرر يسمعه للنهاية. بعد الدقيقة الخامسة الصوت قال: دلوقتي بص تحت رجلك. بص، لقى ورقة قديمة ما كانتش موجودة قبل كده. فتحها، كان مرسوم فيها بيته وأوضته والكرسي اللي هو قاعد عليه. في آخر الرسمة كان في شخص واقف وراه. شريف ما قدرش يبص، فضل ثابت. الصوت كمل: لو بصيت وراك هتشوفني، ولو ما شفتنيش يبقى أنا شفتك. الجهاز فصل لوحده والنور فصل، ومن جوه الضلمة سمع نفس النفس، لكن المرة دي ما كانش خارج من السماعة، كان ورا ظهره. جري وساب المكان. تاني يوم زمايله راحوا يدوروا عليه، لقوا المكتب فاضي، بس جهاز التسجيل كان شغال وفي تسجيل جديد. الصوت الأول كان صوت شريف وهو بيجري، وبعدين صوته بدأ يبعد لحد ما اختفى. بعدها طلع صوت تاني هادي جدا وقال: الشريط جاهز للشخص اللي بعده. وبعدها الشريط اتحفظ في مخزن خاص، واتكتب في آخر الملف: كل نسخة يتم إعدامها، ترجع مرة تانية خلال 24 ساعة، ومن يومها كل موظف يستلم الشريط بيختفي، لكن اسمه بيبقى متسجل على أول دقيقة في التسجيل اللي بعديه. ولغاية دلوقتي لم يتم العثور على النسخة الأصلية. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.